لا يهم أن الفلسطينيين لا يتنافسون في كأس العالم، فقد أصبحت ألوان العلم الفلسطيني الأحمر والأخضر والأبيض والأسود مشهداً مألوفاً في شوارع الدوحة أو في الملاعب. وقرر المشجعون من مختلف البلدان الذين يدعمون الفرق المختلفة التعبير عن دعمهم للشعب الفلسطيني من خلال ارتداء العلم الوطني للدولة الفلسطينية كعباءة فوق قمصان فرقهم. وارتدى النساء والرجال على حد سواء العلم في دعم صامت مع انتقال البطولة إلى المرحلة الثانية. استفاد المشجعون من الامتداد العالمي لكرة القدم خلال كأس العالم لكرة القدم التي تقام لأول مرة في دولة عربية لزيادة الوعي وإصدار بيان سياسي سلمي بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. أكيد الرياضة بتوصل، أكيد الرياضة لأنها بكل أنحاء العالم الإشي الموجود واللي بيوحد العالم الرياضة. وين ما تروحي بتلاقي في رياضة، فإحنا بنقدر نزرع برضه اسم فلسطين في الرياضة. هلا علم فلسطين تحديدا بقطر بكأس العالم بقطر بيعني اللي كثير، لأنه أولا دولة قطر هي داعمة للقضية الفلسطينية، وإحنا هون بنحس إنه إحنا بنوصل رسالة للمجتمع الدولي كامل إنه فلسطين راح تكون يوم بالأيام حرة. لم يقتصر الأمر على مشاركة المعجبين، فقد رفع لاعبو المنتخب المغربي العلم الفلسطيني بعد فوزهم في مباراتهم ضد إسبانيا وحجزهم لمقعد بين الأربعة الكبار. وفي مسيرات الجماهير غنى المشجعون المغاربة ترنيمة روج الفلسطينيين، وعلى العكس تماما فقد هتفت حناجر الفلسطينيين للمنتخب المغربي حتى في أفراحهم حضرت الترنيمات الداعمة لأسود قرطاج. على المغرب غني يا خال، عجبنا بالمونديال، دخيلك وسع يا خال لكناف النابلسية. على المغرب أيوة بدي أقول جابت جول وبعد جول الأولى